ضمن حملة مدرستنا بيتنا التي أطلقها معالي السيد وزير التربية المحترم، وبالتعاون مع أولياء الأمور والكادر التدريسي الموجود في إعداديتنا، إعدادية ديالى المهنية، إعدادية بعقوبة الصناعية سابقا، أقامت هذه إعداديتنا بترميم الأقسام التالية. أولا عندنا قسم الأجهزة الطبية، هذا القسم كان قسم متروك ومهمل، لا يمكن أن يستوعب عدد الطلاب ولا يمكن التدريس فيه. الآن أصبح قسم جاهز وقسم رائع بمستوى عالي من الدقة من حيث الترميم اللي صار عليه. عندنا الترميم اللي صار عليه هو الأجهزة الكهربائيات والأرضية والسقوف، وعندنا الجدران، طلاء الجدران ولبخ الجدران والكاش اللي صار في هذا القسم وإيصال الماء والكهرباء له. والآن القسم أصبح جاهز للعملية التربوية وبشكل جيد جدا. عندنا القسم الآخر هو قسم الميكانيك اللي كان قسم هو قسم السقف كان يخر مي، الآن هو أصبح قسم جيد جدا حيث تم ترميم السقف حطينا له سقف ثانوي. وعندنا قسم السيارات أيضا تم ترميم السقف وأصبح قسم جاهز وقسم جيد جدا من حيث السقف، وكذلك قسم النجارة نفس الحالة. والآن أصبحت هذه الأقسام بصورة جيدة جدا لمواصلة العملية التربوية. شكري وتقديري للسيد مدير عام تربية ديالى والسيد معاون مدير عام تربية ديالى اللي هم يرفدونا ويدعمونا دائما بشكل متواصل وبزيارتهم إلنا وبدعمهم إلنا. وشكري وتقديري لكل من يعمل لإنجاح العملية التربوية. وكذلك شكري وتقديري للكادر التدريسي الموجود في هذه الإعدادية، حيث أنهم كادر متميز من حيث الأداء ومن حيث المساهمة في كافة الترميم وفي أي شيء يحدث لهذه المدرسة. مدرستنا هي من المدارس الرائدة وتاريخها كلش عريق، وعدد طلابها يتراوح ما بين 750 طالب، وكادرها كادر متميز. وأسست هذه المدرسة من عام 1969. تخرج هذه الإعدادية كوادر وسطى، وكذلك عندنا كثير من الطلبة يقبلون في الأقسام الهندسية في الجامعات العراقية. والحمد لله والشكر في العام الماضي أقبل عدد أكثر من 10 طلاب في الكليات الهندسية وكذلك بقية الجامعات. شكري وتقديري لكل من يعمل على تطوير العملية التربوية في هذه المحافظة. المهندس قاسم شكر محمود، مدير إعدادية ديالى المهنية، إعدادية بعقوبة صناعية سابقا. مدرستنا بيتنا التي أطلقها معالي وزير التربية المحترم تتحمل إعدادية ديالى المهنية عبء ترميم وتأهيل بناياتها التي عاف عليها الزمن منذ فترة طويلة، وهي بنايات قديمة تم تحديثها بشكل وبآخر بجهود الخيرين في إعدادية ديالى المهنية من الإدارة والكادر وبمعاونة أولياء أمور الطلبة. وهذه البناية إحدى البنايات اللي كانت متروكة الآن أصبحت إلى قسم الأجهزة الطبية في إعدادية ديالى المهنية، والعمل جاري الآن لترميم ما هو أمام البناية من حدائق ومن كهربائيات وماء وإنشاء تانكي في أعلى البناية، كذلك جعل إحدى قاعاتها كإدارة لقسم الأجهزة الطبية في إعدادية ديالى المهنية. ونشكر احنا باسم إعدادية ديالى المهنية نشكر الطلاب اللي عاونوا وساهموا بشكل مباشر في هذه العمل اللي أصبح بالشكل اللي يليق بالطالب أن يكون طالب بمستوى الصحيح. ونشكر أولياء الأمور اللي ساهموا في هذا العمل، المهندس سلمان مصطفى منصور معاون فني إعدادية ديالى المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. من حملة مدرستنا بيتنا تطلعها معالي وزير التربية المحترم، تم والحمد لله بإعادة أو إعمار قسم الميكانيك في إعدادية ديالى المهنية بتسقيفه سقف ثانوي ضمن جهود ذاتية وبدون أي مصاريف. تم إعمار تكملة السقف الثانوي خاصة بقسم الميكانيك وإظهاره بالشكل الجيد رئيس قسم موفق علي صالح ديالى المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حملة مدرستنا بيتنا التي أطلقها معالي وزير التربية المحترم، قمنا وبالتعاون مع الهيئة التدريسية في إعدادية ديالى المهنية قمنا بترميم قسم الأجهزة الطبية ذلك من خلال طلاء الجدران وصب الأرضية وإعادة تأهيل الزجاج وإيصال الماء والكهرباء إلى قسم الأجهزة الطبية.